والآن عن الخط العربي نشاهد فيلم مدته 4 دقائق عن تراث عائلة صوفي زادة في الخط العربي، يعقبه تعليق من الأستاذ محمد شفقي. تفضل. بدايتي مع الكتابة العربية أو النقوش الكتابية هو بيرجع لسبب النشأة. نشأتي في عائلة خالد الصوفي زادة، هي أحد أهم العائلات المصرية في فن الخط العربي والنقوش الكتابية على وجه الخصوص. تاريخ عيلتي اللي بيرجع لأكثر من 200 سنة في فن الخط العربي هو جزء بسيط من تاريخ فن الخط العربي اللي بدأ من آلاف السنين، إن شاء الله هيستمر مع أجيال جاية كتير. هو أحد أهم الفنون الإسلامية، بيجمع بين أكثر من فن من الفنون الإسلامية زي فن الكتابة العربية، الخط العربي، فن الزخرفة، فن النحت، فن التسجيل. من المميزات اللي بتميز الروح المصرية أو الفنان المصري في النقوش الكتابية هو مزج بين الزخرفة النباتية والهندسية ودخولها مع الكتابة، الوضوح وسهولة القراءة، وتوظيف الجانب الجمالي بشكل مناسب زي النموذج اللي موجود في مسجد السلطان حسن. الأدوات المستخدمة في فن الخط العربي إلى الآن تستخدم من الطبيعة، أقلام الفوس والبامبو، سقان الخشب وغيرها من الأدوات اللي موجودة حوالينا في الطبيعة. حتى الحبر يستخدم من الأدوات وأكاسيد موجودة في الطبيعة والأشجار. أشهر الخطوط المستخدمة في الكتابة في المساجد كانت الخطوط اليابسة زي الخط الكوفي وغيرها من الخطوط القديمة، ثم في التحول اللي حصل للخطوط العربية مع ظهور الخطوط اللينة أو الخطوط المنسوبة. أنواع الخطوط اللينة زي الخط الثلث استخدم بكثرة في كتابة المساجد وإلى الآن يستخدم. هنلاقي ليه بعض الصفات منها التداخل، قلة التشكيل، ودخول بعض الزخارف النباتية داخل الكتابة في الشريط الكتابي. أغلب المساجد الموجودة من العهد المملوكي في شارع المعز وغيرها من الأماكن الأثرية، شارع الصليبة وغيرها من المساجد، هنلاقيها بيميزها كتابة الخط الثلث المملوكي. جد المباشر حسن أفندي خالد مرقب عن دار الكتب، أحد أهم الخطاطين المصريين اللي تخصصوا في كتابة النقوش الكتابية. من أهم المساجد اللي كتبها داخل القاهرة مسجد الحسين، مسجد الليث بن سعد، مسجد الكحلاوي محمد الكحلاوي المنشد الشهير، مسجد محمود باشا الفلكي، كتب مسجد السحارتي في المنوفية، مسجد نمرة في جبل عرفات، كتب في المقابر بداية من الملك فاروق الأول، الرئيس كمال عبد الناصر. آخر وأهم أعمالي في النقوش الكتابية هي كتابتي لمسجد المعلم. ده مسجد موجود في القاهرة الجديدة. زي ما ورثت فن الخط عن أجدادي، أتمنى إن أنا أعلمه لأبنائي وأحفادي.
شفقي عن الفيلم. صباح الخير. اهلا بحضراتكم. محمد شافعي سوفي زاده. اخر اجيال العائله، عائله خالد سوفي زاده هي عائله امتدت ل 200 عام. انا الجيل الخامس من العائله اللي بشتغل في الفنون الاسلاميه، فن الخط والزخرفه والنحت والتزيين. هنا هنعرف حضراتكم في بعض مقتنيات مجموعه العائله، هو بيعرض جزء منها داخل المعرض الان اللي عندنا في الفعاليه. العائله زي ما يعني سمعنا في الفيلم هي تخصصت في الفنون الاسلاميه بشكل عام، خط وزخرفه ونحت وتزيين ورسم وعلم الكيمياء، بدايه من الجد الاكبر خالد سوفي زاده. هو ولد في انقره وقدم مصر في نهايات القرن ال 19. درس في الازهر الشريف وكان امام لمسجد محمد علي باشا بالقلعه. تزوج من عائله مصريه، عائله درويش سليم، وهي عائله كانت تشتغل برضه في الفنون الاسلاميه، فن الخط والنحت والتزيين. فكان طبيعي ان افراد العائله يمتد فيهم نفس الفن بشكل كبير. فعلى مدار 200 سنه تخصصوا 18 فنان من فنان العائله في الفنون الاسلاميه، تخصصوا في كل الامور، النقوش وترتيب المساجد والمقابر والنصوص التاسيسيه واعمال تغليف الكتب والمشيتات وغيرها من الامور. مجموعه العائله طبعا نظرا لامتدادها لاكثر من 200 سنه، فالحمد لله عندنا في مجموعه العائله نماذج كتير من المخطوطات الاصليه واعمال النقوش الكتابيه والادوات، وهي بتوضح مراحل تطور الادوات المستخدمه في فن الخط العربي على مدار السنوات الماضيه. طبعا اهم القطع الموجوده هي القطع الخطيه، وكل المعروضات هنا من مجموعه العائله المعروضات الاصليه. هنا صوره من داخل منزل العائله، هو منزل العائله الملاصق لمسجد الامام الشافعي، وكان اللي في الواجهه هنا دي محراب البيت وخط الجد رحمه الله. هنا بعض النماذج من المخطوطات المعروض، بعض الاجزاء منها. هنا جانب من اعمالي في الفن الخط العربي. طبعا من الادوات هنا كل المعروضات هي معروضات اصليه او مجموعه من مقتنيات العائله، ادوات الكتابه والنحت. طبعا من المعروضات هنا شكل الدواء والاقلام القديمه. هنا بعض ادوات النحت اللي كانت تستخدم في عمل النقوش الكتابيه الخاصه بالمساجد والمقابر. طبعا بعض الوثائق والمستندات والصور. هنا نموذج نادر جدا من مقتنيات العائله بيوضح شكل النموذج اللي كان بيطلب به الزبائن لبعض اعمالهم في النقوش الكتابيه. المعرض النهارده هو المعرض الخامس خلال السنه الماضيه الخاص بمجموعه العائله، بدايه من السنه الماضيه في نهايتها كنا شاركنا في معرض خليج السيناري، ثم معرض في المعهد الفرنسي للاثار الشرقيه، ثم في بيت العائله، والمعرض الاخير هو المعرض الخاص بالجمعيه الجغرافيه المصريه. هنا بعض الصور الخاصة بالمعارض الخاصة بمجموعة العائلة مع الفرنسي. شرفنا بافتتاح المعارض السابقة لآلة الملك السابق الملك أحمد فؤاد وسمو الأمير محمد علي. السفير التركي بروفيسور أكمل الدين إحسان أولو.
المعرض الاخير اللي شاركنا فيه كان في ديسمبر، في 4 ديسمبر الحالي، كان في الجمعيه الجغرافيه المصريه. دي احد اعرق المؤسسات المصريه اللي فيها بعض النقوش والاعمال الخطيه من العصر الملكي. هنا بعض الاعمال الخاصه بمجموعه العائله وعملنا على توثيقها مقولات، وهنا الكتاب الخاص بمجموعه العائله. واشكر حضراتكم واتمنى ان انتم تنورونا في المعرض. شكرا.